السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مهم جدا، مليان بالنصايح للمحافظة على تلاجتك، وازاي نشتري التلاجة للي عايزين يشتروا تلاجة. ايه اهم النصايح في شراء التلاجة؟ هنقولها كلها. وكمان ازاي تحافظي على تلاجتك من غير آه تكلفة، وكمان حاجة منزلية، وازاي الروتين اليومي او الروتين الاسبوعي للتلاجة مهم جدا، وازاي تحافظي على اكلك جواها من غير ما تعرضيه لاي تلف، وتحافظي على جودة الاكل. نصايح كتيرة ومهمة. وهل التزيين داخل التلاجة ولا خارج التلاجة؟ وازاي هتحافظي على تلاجتك؟ كل دوت في الفيديو. ازاي تحافظي على اكلك اللي جواها؟ كل ده في الفيديو. خليكم معايا. اول حاجة في روتين التلاجة، اول حاجة لازم نشيل الفيشة بتاعة التلاجة، لكن انا هنا قفلتها من الداخل من التايمر بتاع التلاجة عشان اعرف اصور ليكم الفيديو. لكن الأساس أو الصح بتشيلي الفيشة بتاعة التلاجة لعدم تعرضك لأي أذى بعد الشر. طبعا الكهرباء وهنعرضها المية، فما ينفعش أبدا وجود الفيشة. لازم تشيلي الفيشة، وكمان عشان تعملي لها عملية ريست، إن انت بتريحي التلاجة على الأقل مرتين في الشهر لمدة ساعة، نص ساعة، على قد ما تقدري، عشان تجددي التبريد بتاعها. يبقى أول نصيحة لينا إن لازم تشيلي الفيشة مرتين في الشهر للتلاجة بتاعتك في الصيف، وعلى الأقل برضو مرة في الشهر في الشتاء. طبعا مهم جدا، أو مرتين برضو، لأن تجديد عملية التبريد مهم جدا للتلاجة. تاني حاجة طبعا أنا عايزة أقول لكم إن أنا فضيت التلاجة من كل محتوياها وكل درجها والأرفف بتاعتها، سواء كان في الفريزر أو التلاجة، وغسلتهم في الحمام وسبتهم عشان يتصفوا بإسبونشة كده وشوية بريل. طبعا هيبقوا زي الفل. وأنا هنا بجد بعملها مرتين في الشهر، لأن مهم جدا. طول ما هي التلاجة نضيفة بتعمل راحة نفسية مهمة جدا للست. يعني لما بفتحها كده وشوفها نضيفة مرتبة منظمة، طبعا حسب استخداماتك ممكن مرتين أو مرة في الشهر، بس بجد بجد يعني أقل حاجة مرتين في الشهر طول ما هي منظمة. غير روتيني اليومي، يوميا أبص على حاجتي أشوف إيه اللي أنا مش محتاجاه، إيه اللي قرب يخلص عشان أجيب زيه. كده. بالنسبة للباب، طبعا مهم جدا تلاحظي نظافة الجلد بتاع الباب، ولو محتاج ان انتي تسخني مية سخنة سواء كان في الكتل او في البراد، مهم جدا تجددي من عملية الجلد بتاع الباب. لان طبعا لما بتدلقي عليه مية سخنة بتغلي كده، تكون مية سخنة تدلويها على الحروف بتاعة الباب. ده بيساعد على تجديد ويجعله الباب طبعا يرجع الجودة بتاعته مهمة جدا في فتح وقفل الباب. وده بيأكد لنا ان احنا ما نقفلش الباب ما نفتحش الباب كتير. باب التلاجة ما نفتحوش كتير في الصيف، يعني لازم فيه كولدير او كولمن للحفاظ على باب التلاجة. هنا الدرج بتاعي او الدرج بتاعي هنا بتاع التلاجة بتاعتي كريازين وفروست 14 قدم. طبعا لازم برضو ادلق المية اللي فيه واغسله واصفيه وانشفه كويس واحطه عشان عدم وجود رائحة. طبعا انا هنا حطيت الارفف بتاعتي. من النصايح المهمة ان انتي بتنشفي التلاجة كويس جدا، وزي ما قلنا ده بيساعد على وفتح الباب بتاعها بيبقى طبعا ان انتي هويتي كل جزء في التلاجة، بيساعد ان التلاجة تفضل ريحتها جميلة. ولو ملاحظة ان تلاجتك ليها رائحة، هتحطي قطعة من الفحم في علبة لآيس كريم أو علبة أو تغلفيها بقطعة من الفويل. هنا الباب زي ما انتوا شايفينه نضيف وزي الفل، ولو انت شايفة صفار ده راجع للنور بتاعه والإضاءة.
لكن ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أنا محافظة على التلاجة أول بأول. يعني دي عمرها حوالي 16 15 سنة، ما شاء الله يعني زي الفل. وأول بأول كده على طول ببص لها وبشوف يوميا اللي فيها. والمسح دايما يوميا، حتى لو بورق مطبخ، أي حاجة وقعت منك تشيلي أول بأول. وزي ما قلتلك بتقضي الفحم على أي رائحة كريهة للأكل أو للتلاجة. وطول ما انت طبعا عاملة تنظيم للتلاجة. المنظمات دي مهمة جدا، بتساعد على الراحة النفسية وعلى تنظيم أكلك. وكمان بتسهل عليكي ان انتي توصلي لحاجة بمنتهى السهولة. المنظمات اشكال والوان واسعار مختلفة، خدي اللي يريحك بجد. طبعا دي من عند ادوات منزلية بتبقى شكلها جميل، بتنظم الاكل، بتنظم شكل التلاجة، وبتجعل فيه راحة نفسية مهمة جدا. طبعا بالنسبة للفريزر، انا برضو زي ما انتوا شايفينه فضيته، ولو في بواقي اي شيء وقع بشيله بالمكنسة، بيسهل عليا اشيله بالمكنسة. واحضر له فوطة برضو معقمة بشوية خل ومية، وبخليه زي الفل زي ما انتوا شايفين هنا، عشان لو مش طايلة حاجة أو مش عارفة أشيل بواقي الأكل بتشيلها في منتهى السهولة. وبعد كده بفوطة نضيفة وبتبدأي تنظمي علب التلاجة. بتسهل عليكي جدا وبتنظم عليكي وبتشيل كمية كبيرة، وبتساعد على جودة الأكل إن هي تفضل محتفظة بجودتها لآخر استخدام. زي ما انتوا شايفين التنظيم جميل جدا، ساعد على حاجات كتير جدا، توصلي للأكل بمنتهى السهولة وتحافظي على جودته، وكمان بطريقة سهلة. طبعا بالنسبة لتزيين التلاجة ممنوع بتاتا تزيينها من الداخل، ومهندس الصيانة هو اللي بيأكد على الموضوع ده ليا. والتزيين بيكون من الخارج زي ما انتوا شايفين. حطها في المطبخ هتزينيها بحاجات المطبخ، يعني دي تزيين جميل قوي، مغناطيس كده جميل، بيتباع عند الأدوات المنزلية، بيبقى شكلها جميل. ولو انت حطاها في أوضة للأطفال أو في المطبخ أو في أوضة، يبقى حسب تزيينك ليها، بيبقى حسب وضعية التلاجة موجودة. لو في المطبخ يبقى أشكال زي ما انت شايفة كده، لو في أوضة من الأوض يبقى برضو أشكال أطفال جميلة، فراشات، حاجات. أنا هنا محطوطة عندي في دخلة المطبخ وفي نهاية الريسبشن. هنا الجانب بتاعها بيكون أبيض، فحاولت أكسر اللون زي ما انتوا شايفين بالفراشات اللاصقة دي، بتدي شكل جميل. والتزيين من الخارج زي ما انتوا شايفين. طبعا في اختيار التلاجة مهم جدا ان انت تجيبيها ماركة، عشان يعني تعيش معاكي وفي نفس الوقت تكون واسعة من الداخل. ما تبقاش ماركة فقط، لا، تكون واسعة واستخداماتها والتقسيمة بتاعتها تكون كويسة، سواء كان في الفريزر أو في التلاجة. مهم جدا تسيبيها مرتين زي ما اتفقنا، تشيلي الفيشة لمدة ساعة بتجدد عملية التبريد. تحافظي عليها في الصيف من فتحها الكتير بوضع كولمان أو كولدير للأطفال عشان ما يفتحوش كل شوية. تنظيم الأكل وتغليفه وفي علب محكمة الغلق، ده بيجعل الأكل ذو جودة، وتحافظي على جودته ما يبص منك، وفي نفس الوقت على التلاجة بتاعتك وما يعملهاش أي ريحة للتلاجة. يا رب تكون النصايح دي فادتكم، وكمان استفدتوا منها، والسلام عليكم.